بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي يا جمال؟ انتوا عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين، وكل يوم وانتوا طيبين في رمضان. شايفين الاكل الحلو ده روتين طبيخ، طبيخ مصري عادي خالص، بس فيه تكات حلوة جدا. خليكم متابعين الفيديو لاخره كده وهنشوف هنعمل ايه. بصوا، احنا غسلنا الفراخ كويس خالص ونقعناها في محلول التسوية اللي احنا بنعمله دايما. احنا خلاص اعتمدنا المحلول ده. انا بحط ملح و... وسكر وبنجحهم مع بعض كده، بيخلي الفراخ فل ولا ريحة، وحالا الفراخ بتستوي ما شاء الله. بشرنا بصلة كده وتبلناها ملح وفلفل وكبيبة صيني، دعكنا البصل كده ورحنا حطيناه على الفراخ. هندعك بيه الفراخ حلو كده. وده كركم، ده بيخلي الشوربة روعة 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 روعة. عارفين روعة يعني ايه؟ طعمها حلو جدا. انا عايزاكم تجربوها، والكركم مفيد جدا يعني. اهو دعكنا البصل، دعكنا الفراخ حلوة خالص كده، وحطينا حلة على النار كده عشان هنسلق الفراخ فيها. هنسلقها خالص عشان احنا عايزين ايه؟ هنعمل شوربة. وحطينا فيها ورق لورو، هو مكسر شوية يعني، بس يلا ما يغرقوش يعني، هيبقى طعمه حلو ان شاء الله. حطينا كده، نزلنا كل الفراخ كده في الحلة، وبعدين اهي استوت اهي الفراخ. شايفين شكل الشوربة؟ شايفين دسمتها؟ تحس ان الكركم بينزل كل الدسم اللي جوه الفراخ، فبيخلي طعم الشوربة حلو. بصوا زي الشوربة البلدي. هي دي فراخ بيضة اصلا. اهو اهو نطلع الفراخ اهو زي ما انتم شايفين. الله على منظر وطعم الشوربة وريحتها روعة، والله العظيم ريحتها كانت جميلة جدا وطعمها حلو خالص. طلعنا الفراخ اهي، وهنرش الفراخ بشوية ملح كده. بصوا شايفين؟ بوريكم منظر الشوربة ودسمها ما شاء الله زي الشوربة البلدي. هنعمل رز مصري كده، حبة وحبة. يعني ايه بقى حبة وحبة؟ عشان في ناس معرفتش يعني ايه حبة بحبة، مش مصريين. بصوا شايفين؟ يعني انا بغسل الرز، بغسل الكمية اللي انا هعملها، وباخد جزء كده، جزء صغير يعني، مش نص الكمية، وبحمره زي كده في الحلة اهي. شايفين؟ بحمر الجزء ده كده، وبعدين بروح ضايفة عليه بقية الرز. ومش كل المصريين بتعملوا كده على فكرة يعني في بيعملوا بشعرية، وانا ساعات بعمله بشعرية برضو، وفي بيعملوا حبة وحبة كده، بس غالبا بتبقى الصعيدة هي اللي بتعمل الرز ابو حبة وحبة ده. احنا بنحب ناكله يعني انا بفضله يعني. في اغلب الاوقات انا بعمل الرز ده، بفضله. وبصب عليه، انا بسخن مية، طبعا لازم اسخن مية. بصب عليه مية مية سخنة من الكتل. تسخني مية وتحطيها عليه. المية السخنة على الرز بتخليه طعمه، بيخليه يغلي على طول، وبتخلي كل حباية لوحدها يعني، ما بيعجنش ولا يطرى ولا الكلام ده. على طول بتروحي فضي عليه المية السخنة فبيغلي على طول اهو. بنحمر الفراخ. وبعد كده هنعمل حبة هنعمل شوية ويكة صعيدي كده، لا غنى عنها في السفرة طبعا. سواء ويكة او ملوخية يعني على حسب اهو. بصوا بنقطعها ازاي. هو لما بنيجي بنشتريها طالما عارفين ان احنا هنعملها ويكة، فبنختار جرن البامية اللي هو الكبير شوية، بس ما يكونش يعني بايظ كده ناشف وبايظ. بنختار الجرن اللي هو تلاقيه طري كده وكبير شوية، طالما هنقطعها كده اهو. شايفين؟ بوريكم، بقول لكم شايفين انا قطعتها ازاي، بس شايفين منظرها ما شاء الله.
دي بامية مجمدة اصلا لان هو مش وقت بامية اصلا. اهو يا حبايبي انا حطيت حبة مية كده، يعني بصوا قد كوباية كده، كوباية شاي مية كده. انا مش عايزة مية كتير لان هزودها بعد كده شوربة. بصوا فهسيبها تغلي الاول عشان ما تبقى، عشان تبقى لونها تقعد بالخضار بتاعها. الاول تسويها في شوية المية دول مع حبة ملح والتوابل بتاعتها والتوم بتاعها. هتستوي في المية دي. وبعد كده لما تستوي البامية، بصوا انا زودتها اهي زي ما انتوا شايفين اهي، استوت البامية اهي وانا بفركها بالمفركة اهي، اهو زي ما انتوا شايفين اهو. ولا بضربها في كبة ولا خلاط ولا الكلام ده. احلى حاجة تضربيها بالمفركة بتاعت البامية، بتخليها حلوة ومش ناعمة، يعني زي لما بتضربها في خلاط ولا حاجة. بص تلاقيها بيجي عاملة زي بصراحة ما بتعجبنيش اصلا يعني. اهو بس شايفين انا بزودها الشوربة هي بتاعتها اهي، وقاعدة بخضرها وزي الفل ما شاء الله، وريحتها تجنن ما شاء الله. صلوا على النبي حبايبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي ووحدوا الله. اهو يا حبايبي فركنا اهو البامية، وشوف الخضار بتاعها ما شاء الله، برغم ان هي مجمدة بس ما شاء الله. بس هو يمكن مش باينة، مش واضحة جامد كده في بصوا انا احيانا بعمل لها طشة واحيانا ما بعملش الطشة دي خالص. بتبقى برضو طعمها حلو. طشة تومة اهي، حمرنا كده التومة كده يعني اصفرت بس، يعني مش تحمير. وبنحطها. يا نهار ابيض على الريحة، يا نهار ابيض على الريحة واللون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صلوا على النبي حبايبي، شايفين الشكل والريحة ولا الطعم ما شاء الله. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. اهو صلاة النبي، شايفين اللون ما شاء الله. بوريكم شكلها عامل ازاي. بص انا عملت بقى، شلت شوية من البامية ورحت رحت حطاهم في الطاسة بتاعت الطشة دي، ورحت منزلاهم تاني على البتاع، على الطشة، على البامية. بص بوريكم بقى الاكل اهو ما شاء الله خلص اهو. دي يلا حبايبي، عايزة لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وشيروا كل حبايبكم واصحابكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب وايديكم يا رب. يلا حبايبي السلام عليكم.